معاهم غصب عنها تم اغتصابها لمدة 5 ساعات متتالية من 3 شباب. اقول لهم بنتكم كانت مع راجل ما قدرش يدافع عنها. عارفين عروسة يتم اغتصابها لمدة 5 ساعات؟ اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة سامع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس نحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطائنا. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الدقهلية، مدينة زفتة، عشان نعرف بس احنا وصلنا لغاية فين، بعدنا عن ربنا ودانا فين. فتاة جميلة عايشة في محافظة الدقهلية، والدها انتقل إلى زفتة، انتقلت معاه هي ووالدتها إلى مدينة زفتة. البنت دي طول عمرها متفوقة، دخلت الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، البنت متفوقة. البنت ما تعرفش حد في مدينة زفتة. حظها عرفها على واحدة من نفس سنها في المدرسة بنفس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. فاتصلت بصاحبتها بتقول لها على فكرة بابا وماما مش موجودين، مسافرين، ما تيجي تقعد تذاكري معايا. فالبنت قالت لباباها ومامتها اللي هم لسه جايين زفتة يعني، قالوا روحي يا حبيبتي ذاكري معاه. بالفعل خدت كتبها وراحت عند صاحبتها تذاكر معاه من الصبح لغاية الليل. وهي ماشية قبل المغرب لقت أخو صاحبتها دخل سلم عليهم، والبنت راحت مشي. في الوقت ده أخو صاحبتها ابتدى يبص على البنت، عجبته ولقاها بنت مؤدبة جدا، فقال لاخته شوفيها أنا عايز أتجوزها. قالت له دي لسه صغيرة، لما تخلص دراستها قالت لها قولي لها أنت بس وشوفي رأيها. بالفعل البنت عرفت، قالت للبنت صاحبتها ايه رايك في اخويا ده، معجب بيكي. المهم البنت ابتدت تحب الشاب والشاب ابتدى يحبها، وفضلوا على علاقه لغايه البنت ما خلصت دراستها. ومجرد ما خلصت دراستها الشاب كان محترم جدا وابن ناس، راح دخل البيت من بابه، اتقدم لوالد الفتاه ووالدتها وقال لهم انا عارف ان انتوا كنتوا عايشين في الدقهليه وجيتوا زفته من قريب وما تعرفوش حد هنا، لكن انا اتعرفت على بنتكم انها صاحبه اختي واعجبت باخلاقها واعجبت بتدينها وانا جاي طالب القرب منها. بالفعل سالوا عليه، والعريس سال على اهلها وراح الدقهليه وسالوا، لقاهم ناس كويسين، وتمت الخطوبه والشبكه وكتب الكتاب واتجوزوا. احنا عارفين الموضه اللي طالعه اليومين دول ان العريس بياخد عروسته، اللي بيطلع الغردقه، اللي بيطلع شرم الشيخ، واللي معاه فلوس بيطلع على اسبانيا، بيطلع على فرنسا، بيطلع على دبي، بيطلع تركيا، كل واحد حسب امكانياته. لكن الشاب ده والبنت ناس على قد حالهم، فالبنت بيقول لها انا عارف ان انت كنت عايزه تروحي الغردقه ولا شرم الشيخ، ليكي عليا في الصباحيه اخدك ونروح ننزل نتفسح ونتغدى بره ونرجع تاني، ده اكتر حاجه نعملها. ويا ريتهم ما خرجوا ويا ريتهم ما طلعوا. الولد خد عروسته ونزلوا في زفته، قاعدين في حديقه عامه، صباحيتهم يعني قاموا من الصباحيه، فطروا، خدوا حمام وفطروا ومية مية، وقال لا انا هغديكي بره بقى عشان في الليل هيجي لنا الناس تبارك لي، كان اهلك هيجوا وان كان اهلي هيجوا يباركونا، فانا نروح نتغدى بره ونرجع البيت. بالفعل خد عروسته وقعدوا بقى يلفوا في المنتزهات ويمشوا ويتمشوا ويتغدوا، وراحوا بعد كده يريحوا في حديقه. فاثناء ما قاعدين في حديقه في 3 شباب شافوهم قاعدين مع بعضهم، فيحسبوا ان الولد ده صيد البنت دي. قال لك الواد صيد البنت، وهو لا صيتها ولا غيره، ده صباحيتهم، صباحي عرسان ودي ليله الصباحيه. ويا ريتهم يعني اي عروس وعروسه ايه اللي يخليهم ينزلوا في الصباحيه؟ هو عايز يفرح عروسته وعايز يقول لها مش هقدر اوديك الغردقه ولا شرم الشيخ، بس هفسحك لمده شهر، كل يوم نخرج نتغدى بره ونسهر ونتفسح. هم يحسبوه ان الواد ده شقط البنت، فراحوا مره واحد اشهروا عليهم السكاكين. الراجل يقول لهم دي مراتي ودي الصباحيه، طب فين يا اخويا البطاقه بتاعتك، طب فين قسيمه الجواز؟ ما لسه، ده البطاقه ايه؟ البطاقه لسه ما اتغيرتش والقسيمه لسه ما استلموهاش. وانتوا مالكم؟ انتوا هتحققوا معاهم؟ انتوا لقيتوهم في وضع مخل، ده في وضح النهار. للاسف ال3 اتكتلوا على الواد، ضربوه اغمى عليه، وراحوا واخدين البنت تحت ايد السلاح في بيت مهجور. للاسف البنت كانت ماشيه معاهم خايفه تتكلم، وخاصه لما شافت جوزها مغمى عليه راحت معاهم غصب عنها. تم اغتصابها لمدة 5 ساعات متتالية من 3 شباب. عارفين عروسة يتم اغتصابها لمدة 5 ساعات من 3 شباب؟ وفي الاخر سابوها وجروا، وسابوها وهي في حالة نزيف حاد، لغاية ما قدرت تتواصل مع
حد من الشباب اللي ماشي بجوار البيت المهجور اتصلوا بالشرطه وجت الاسعاف خدتها. الزوج في الوقت ده للاسف عمل اغرب شيء ممكن يعمله راجل. تعالوا بينا اعزائي المشاهدين نعرف عمل ايه، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناه سعمة حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعه الحلقه. عمل ايه الزوج بقى؟ الزوج بعد ما حصل الكلام ده وتاكد ان مراته تعرضت للاغتصاب من الثلاث شباب بعد ما ضربوه، وان هو ما قدرش يدافع عنها وما قدرش يدافع عن عرضه وشرفه، ما قدرش يواجه اهله، ما قدرش يواجه اهلها، ما قدرش يواجه الواقع او العالم المحيط بيه، راح للمأذون طلقها غيابيا وهج، ومحدش عرف له لغايه دلوقتي اكتر من سنه اهو محدش عارف مكانه فين. تم القبض على الثلاث ذئاب بشريه، وكانت كل تعليقاتهم احنا شفناهم هما الاثنين قاعدين، فحسبنا ان الولد شاقطها وان البنت شمال، فخدناها بعد ما ضربناها واغتصبناها، وخاصه ان احنا فرحنا لما لقيناها مش بنت وعرفنا ان هي شمال. لما عرفوا ان هي لسه عروسه في الصباحيه قالوا كنا نعرف منين، لكن اهم حاجه انهم مثلوا الجريمه، ارشدوا عن مكان المنزل المهجور اللي اغتصبوا البنت فيه، البنت اتعرفت عليهم، وبالفعل ان شاء الله هيكون الحكم راضع. لكن اللي احنا بنستغرب له موقف العريس. انت اي واحد ممكن يتعرض اللي انت تعرضت له. اي واحد لما يتكتروا عليه ثلاثه يضربوه شيء طبيعي هيعمل ايه؟ ضربوك واغمى عليك، بس كنت لازم تقف وتساند مراتك وتدافع عنها وتبقى لاخر لحظه السند ليها، مش تروح تطلقها وتهج وتقول انا مش راجل. ما انهي واحد اللي يقدر على ثلاث رجاله؟ مهما تكن، ده من زمان عنتر بن شداد قال لك القدره تغلب الشجاعه. مهما تكون شجاع وهم ثلاثه كان لازم يضربوك وكانوا ممكن يقتلوك، كنت لازم تقف وتساند مراتك وتدعمها، مش تروح تطلقها وتسيبها. طب هي ذنبها ايه؟ انت حته ما قدرتش تدافع عنها. اي راجل لو دخل عليه ثلاثه هيحصل كده معاهم. لكن للاسف الزوج كان موقفه غريب، انه يطلع عروسته في الصباحيه ويهرب ومحدش يعرف مكانه، ويقول اواجه المجتمع ازاي؟ اواجه اهلها ازاي؟ اقول لهم بنتكم كانت مع راجل ما قدرش يدافع عنها؟ اقول لامي وابوي انتوا ما خلفتوش راجل قدر يدافع عن مراته ويدافع عن عرضه وشرفه ولحمه وسابهم ياخدوها وهو ضربوه وما قدرش يكون راجل يدافع عن مراته؟ يا ريتهم كانوا موتوني. صحيح احيانا الواحد يفضل الموت عن انه يحصل كده لبنته او مراته او اخته، لكن الواقع حصل. كنت المفروض تقف، وكان القضاء هيجيب لك حقك، وكنت تدعم زوجتك وتقف جنبيها، مش تطلعها وتسيبها. اعتقد ان خطأك فادح، ولكن هي مغلوبة على امرها، وما نقدرش ان احنا نلومها في حاجة. بنت ضعيفة فوجئت ان جوزها انضرب قدام عينها، وهم خدوها تحت تحت تهديد السلاح وسلبوها شرفها واعتدوا عليها هم الثلاثه. لكن القضاء العادل هيقتص، وان مفيش حد هيقدر ان هو يغلط ويفلت من العقاب. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.